مش عايز تيجي؟ طب لحظة كده، لحظة بس كده. انا قلت لك هجيبك والله لا غير هجيبك. لحظة بس كده، لحظة. هضحككم ضحك. بص دي، بص. قاعد في الحاوية هنا انت وصاحبك. مفيش لوت في الحاويات خالص. ملاقيش غير سكار وشوت جن. وبقالي زمن كبير جدا عمال ادور على حاجة كويسة مش لاقي. بس تلاقي ناس بتضرب فقط. ده اللي انت ممكن تلاقيه في حاويات في وقت زي كده. نشوف هنا كده اي شيء مفيد علشان انا حاسس ان انا هتقتل. طب اعمل ايه بقى؟ ايه ده؟ ماشي تعالى يا عمي. ماشي. التاني هرب. طب انا بص انا هجيلك خلاص، لان ده الحل الامثل في وقت زي كده. محتاج عتاد ومفيش هنا خالص. اللعبة عاملة عليها حصار. اروح منين بقى؟ هل ممكن فكرة نيد تكون فكرة حلوة في وقت زي كده؟ اعتقدش صراحة. لا انا راح ابش كده على الاغلب كده افضل. راح ابش كده على طول. هو فين؟ ايه ده؟ والله يا عم خضتني يا عم. والله انا اتخضيت. والله خضتني. نوك فينش بقى. هيل عشان لو حد باش اكون جاهز. بس على الخفيف كده بس بسرعة. يلا 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 يلا. تمام. معاك بقى حاجة مفيدة. بسرعة بقى يا عم متوجعش دماغي. لسه في كمان حاجة. ايوه البتاع دي بحبها برضو. فين زمايله؟ هو كان في من شوية ضرب تقريبا. بص بقى ده. قعدت ادور عليه زمن كبير جدا على ما الاقيه ما كنتش لاقيه. لقيته في الاخر جاي من هنا بيضرب طلقة بطلقة كده. مش عارف كان بيضرب على مين. كان معاه تقريبا حد تاني او هو ليه شخص تاني كان بيلعب معاه. بس مش عارف راح فين صراحة. ممكن اتفاجئ بيه مثلا بين حاويات هنا. ايه النت ده؟ هو راح فين النت؟ تقريبا جه هنا. لا نزل تحت. اوكي ماشي. فين بقى الواد اللي كان معاه؟ رحت فين يا عم؟ هجيبك برضو. هجيبك عادي جدا. هتيجي بكل بساطة زي ما صاحبك جه. مش عايز تيجي؟ طب لحظة كده. لحظة بس كده. انا قلت لك هجيبك والله لا غير هجيبك. لحظة بس كده، لحظة. هضحككم ضحك. بص دي، بص. قاعد في الحاوية هنا انت وصاحبك. تعالى انت وصاحبك عادي. ما لحقوش يفهموا ايه اللي حصل يا عيني. صعبانين عليا والله. شوت جن بقى. خد. خد. اروت بقى عادي ولا اي حاجة حصلت. بكل بساطة يا عمي، بكل بساطة. بكل بساطة. يلا بينا. بصوا يا شباب، والله بقالي زمن كبير جدا هنا عمال ادور على الشخص اللي فوق. ومش عارف هو فين. قتلت بتاع بوتين هنا وبرضه لسه في رجل بتتحرك قدامي هنا. بصوا كده في البيت ده. عنده ورا كده. عمال الف حواليه علشان اعرف فين الشخص ده. هو في البيت اللي قدامكم ده. بس برضه بعد ما قتلت بوتين قلت ممكن يكون احدهم. لا لقيت برضه لسه في رجل بتتحرك. بصوا. اهو. شايفين الرجل بتتحرك لون اصفر على الخريطة اهو. في حد لسه فوق. والله بقالي فترة كبيرة جدا هنا. طب ماشي مش عايز تنزل؟ لحظة واحدة. جبان ومش عايز تفايت؟ انا هطلع لك. دقايق كده. احب اهزقك تهزيق شنيع. واربيك من جديد. واعلمك الادب واقول لك كده عيب. ايه الله. عم فيكتور. عم فيكتور. بقالنا زمان ما تشرفناش بيك في فيديوهاتنا يا عم فيكتور. يلا يا عم فيكتور. عم فيكتور اتحداك ولو بقى يعمل كده تاني. كده عيب يا عم فيكتور. عم فيكتور ما انصحكش بكده تاني والله يا عم فيكتور، عشان في ناس مبتين اكتر من كده. اوكي ذاتس فيري جود. يلا بينا. بعد ما عرفنا بقى الشخص اللي كان عند الحاويات وعرفنا انه عمو فيكتور، في شخص تاني هنا برضو شايف نفسه عمال يعك. شايفينه برضو. ماشي هتتجاب بس على الهادي. على الهادي. على فكرة وحصل مناورة كبيرة جدا بيني وبينه قبل ما اجي هنا. انا قصيتها لكم عشان صراحة كانت مناورة تافهة ومحدش مننا اتصاب. لكن كانت كبيرة شوية. تمام. فقدامنا برضو فترة كده ايه. نحاول نعرف فيها الشخص ده قاعد فين في البيت ده عشان لو نزلت اكون عارف مكانه بالظبط واجيبه على طول. الظاهر انا ممكن معرفوش من هنا او اني اعرفه من هنا هتكون عملية صعبة شوية. مش ممكن كده برضو.
طيب بس كده كده هعرفه. انا ممكن اعرفه من عند الشباك، لو اخدت بالي منه من عند الشباك هعرفه. طب لحظه كده اقول لكم تعالوا ننزل تاني كده ونطلع، بس ناخد بالنا من الشباك بقى واحنا بنطلع، نبص معايا كده على الشباك كده. بص. لا ما شفتهوش برضو. حد منكم شافه؟ مش مشكله، حتى لو شفتهوش هجيبه برضو. كل حاجه بتيجي بهدوء يا جدعان، كل حاجه بتيجي بهدوء. بنضرب له كده مثلا طلقه طلقتين كده، ياخد باله ان انا هنا، يعني خلي عندك دم واطلع بقى. متبقاش خواف كده، ده جيم يعني عادي ممكن تلعب غيره. ده لو كان عنده دم اساسا. ارمي سموك هنا كده عند البلكونه وانزل يعني. لا هتجاب برضو صح، هتجاب برضو هتجاب. لا انا مش شايف ده حل مناسب. انا شايف الحل الافضل ان انا انتظر هنا كده، ومن هنا كده انا ان شاء الله اعرف اروقه. بس العمليه فيها ملل شويه، انا حسيت بالملل صراحه. ولا ايه رايكم؟ ايه ده؟ ولا مين جاب ده هنا؟ ايه اللي حصل؟ لحظه كده. ولا خد يلا، ولا اليم ضاع، اليم ضاع. الحمد لله ما متش، والله كنت هضيع، وربنا كنت هضيع، الام كان هيبوظ مني. لكن الحمد لله ما بصش، مسكته على اخر لحظه، كنت هتشال. ببص فجاه لقيته قدامي والله. ماشي، حصل خير حصل خير. تعالوا بقى ننزل كده، بس انا عايز افهمه ان انا لسه فوق، عايز اخدعه. طب دي نعملها بقى ازاي؟ نعملها بسموك، يعني حته زي كده وارميها له على السطح كده. ايوه كده، هو ده الكلام. يفكر ان انا لسه فوق، فيطلع زي اخوه، فيموت زي اخوه بنفس الطريقه اللي اخوه مات بيها. بس على الاغلب هو مش غبي للدرجه دي كده يعني. مش عارف، بس ممكن يكون غبي. ايه رايكم؟ آه. خد بقى الواد ده طلع بصراحه الواد ده مقرف، شكله هيطول معايا. بقابل الانواع دي كتير جدا في الجيمات اللي بلعبها، غير اللي بصورها برضه عشان ما حدش يفكر ان في اللي بصورها بس. تمام. ايه تاني كده؟ بصوا بقى ننتظر مع بعض ونكون كده على الهادي كده، ما تتسرعش، ما تقعدش تجري في الفيديو، خليك بس معايا كده، خليك معايا كده على الهادي. الفايت هيطول شويه عشان يعني اعرف اوصل له واعرف اعمل لك فيديو حلو تلاقيه، بس خليك معايا خليك معايا خليك معايا. مثلا اجيله من هنا كده، او لا، في ضرب. طب ماشي، خليني هنا كده عشان برضو هنا في كفر شويه حلو. فتحت السكوب بالغلط، بيتحرك فوق، انا سامع خطوات رجله. ايه ده؟ في حاجه غلط حصلت، في حاجه غلط حصلت. هو ايه اللي حصل ده بقى؟ تقريبا انا سمعت صوت حد نزل تقريبا، مش عارف هو. طب اعمل ايه كده؟ بص اتاكد بس انه نزل، وهتحرك انا بقى تحرك تاني. ومحدش قدامي برضو هنا، بس انا على العموم في كفر حلو. لا هو نزل كده، انا سمعت صوت رجله، هو نزل. اطلع انا مكانه، فعلا هو نزل. تمام. اقف له هنا كده بس ثواني عشان يطلع يبص يلاقي زربو على طول، يطلع على اللوبي طوالي. مش جاي هنا برضو، هتغدر. ففي ضرب هنا، في ضرب هنا. في ضرب هنا. الواد ده بيضرب على حد. البيت ده اللي قدامي فيه ناس، واللي على اليمين فيه ناس. افتح يا عم، افتح ولا خرب بيت سكوب 2 يا عم. يا عم الام ضاع بسبب سكوب 2. هجيب والله انا غير جايبك ان ايه يا عم، في ايه؟ ايوه كده يا عم، ايوه كده، هو ده الكلام، هو ده الكلام. اقفل بقى الباب كده اقفل الباب كده واكد على الاحوال كده، ونشرب كنز كده وظبط الامور كده ببلاش يا عم، ابو بلاش كتر منه. ايه تاني ولا مين تاني ولا ايه الجو؟ بس انا ملاحظ ان انا طولت شويه مع الواد ده، مش عارف ده بقى كان هو اللي جا ولا هو اللي جاب العربيه، ولا ده تبع مين. في ناس تاني قدامي هنا على اليمين، والناس قدامي على الشمال، والزون قفل. طب يلا بينا، يلا بينا، مش هنتظر حد، هما كده كده الزون هيجي عليهم، هيجوا ورايا لوحدهم. وانا عارف ان انت زهقت وعايز برضه اتحرك. سامعك ما تقولش ازاي سامعك. تمام. يلا بينا عند الجبل اللي قدامي ده كده، هقف هناك دقيقتين كده، ممكن الاقيهم كده الزون مدمر حالهم خالص، وجايين طلقه طلقتين هيقع او يتفنش اي حاجه. الزون بيمشي بسرعه ليه كده؟
ماشي على اي حال برضو. الزون جابني برضو. يا عم بقى ما تنقصش الهيل عندي يا عم. طب يلا نجري بقى مع بعض كده. وقف. ايش بقول لكم، شكله جيم حلو. بعد الزون كده دقايق، دقايق كده، دقايق بنشوف كده بس في حد جاي منهم ولا لا. هو على الاغلب برضو في ناس في المناطق التانية ولسه بيتحركوا في اتجاه منطقة الزون. في دروب واقع هناك. انا متأكد ان في ناس عنده، وفعلا في ناس عنده، بس مش عشان الدروب. ده جه منين ده؟ لا انا مش هضرب من هنا. انا ما ينفعش، ما ينفعش اضرب من هنا، ده بيضرب عليا انا. منين شافني ده ولا في مين ده؟ طب ماشي، سيب لك يا عم المنطقة على بعضيها، بس اكون مركز مع فوق الجبل عشان لو الواد ده ظهر اضرب على طول. مع انه لو ظهر انا يعني هنشال. بصوا، لازم بقى اجيب الواد ده عشان اعرف اتحرك مع الناس التانيين صح. لو شلت الواد ده انا ممكن اتصرف معاهم. خد يا عم تعالى. عادي مش لازم تفهم مين اللي بيضرب، عادي عادي. انصدم عادي زي ما كله بيتصدم. لود بقى في الخفيف كده بقى. انا ممكن ان اتعامل مع الناس اللي قدامي، اللي يعني جايين من الزون واللي عندي البيوت، لكن مش من المكان ده، فانا لازم اتحرك. تمام. بس لحظه واحده بس اخلص لوت. هنعمل ايه تاني كده؟ مش هينفع اتحرك برضو الا لما تكون يعني اكون متاكد من الوضع قدامي تمام. لحظه، محتاجين نداتو كده. الوضع كده اعتقد انه حلو. في تاني اي حد قدام هنا؟ ايه ده؟ في واحد، بس ما اعرفش اضرب من هنا. ما اقدرش اضرب من هنا خالص، لان انا لو ضربت اللي على اليمين هياخدوا بالهم مني وهو هيضرب عليا، فاصبحوا كلهم بيضربوا عليا، فانا هاخد كفر واضرب من قدام بقى. لما هو يبقى يجي كده كده هنتقابل ونفايت بعض. دقايق كده كده عادي، واحد برضو هنقابل بعض، مش صعبة يعني. بس على فكرة خليكم مركزين، في ناس مكمبرة. ما تفكروش ان كده الوضع يعني تمام، ممكن نتفاجئ بأي حد في أي ثانية. فأنا لازم أكون صاحي. بصوا شفتوا النت ده؟ في واحد قتل واحد بمولوتوف، فلازم أكون مصحصح شوية. يعني مثلا على اليمين، البيت اللي وراه ده أنا مش برتاح له صراحة. الحتة دي بقى من أصعب المناطق اللي ممكن أتعامل معاها. بصوا ده يا عيني، ما أقولكش إزاي، ما أقولكش واقف يقيم متقيم عليه. غدر ما بعده غدر. أنا ما بحبش أغدر، بس والله هعمل إيه بقى. طبيعة الحياة. اللي قدامه بقى ده اكيد هو كان بيضرب عليه، فهو يعني عارف ان في حد في المكان ده. وبرضه باجي هنا اهي، فانا لازم اتعامل بحذر. مش عارف بقى ان اخش قدام، برضه في ناس، وبرضه كان في ناس جايه من ورايا. بصوا اللي هو كان بيضرب عليه، شفتوه بيتحرك؟ انا تقريبا لمحته وهو بيتحرك. بس ايه ده؟ والله يا عم انك رخم، يا عم والله انك رخم.